بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أستعين بالله على ألا أظلم أو أظلم. حبيباتي وأحبائي الكرام، أهلا بكم معايا ولحظة انتباه جديدة. موضوع النهاردة عن الناجحون والفاشلون. طب ما تيجوا نقول مين الناجح ومين الفاشل، ده بيعمل إيه وده بيعمل إيه، ونشوف كده. هنقول الناجح ده بيساعد الآخرين، لأن هو عنده ثقة في نفسه شديدة جدا، فهو بيحب يساعد الآخرين عشان هم كمان ينجحوا. الناجح عنده حل لكل مشكلة، ما تقول على مشكلة يقول لك أوكي الحل موجود. وده الفرق بين القيادة الناجحة والقيادة الفاشلة، إن القيادة الناجحة عندها حل لكل مشكلة، مفيش حاجة تقدر إن هو ما يحلهاش. الناجح بيعتبر إن الإنجازات ده التزام، ده واجب عليه، ده أساسي، ما هوش تفضل منه. الناجح بيفكر دايما في الحل، يحل إزاي، دايما يفكر في الحل. الناجح لا تنضب أفكاره ما تنتهيش، دايما بيجيب أفكار ودايما بيألف ودايما بيعمل. الناجح دايما يقول الحل صعب لكنه ممكن وهقدر أعمله، وعنده قوة إرادة إنه يعمله. الناجح عنده أحلام يحب يحققها، حتى لو بعض الناس قالوا إيه ده بيحلم، لا هو بيحلم وبيحقق، والحمد لله. أما الفاشل بقى، طب الفاشل يا جماعة بيعمل إيه؟ الفاشل يفكر في المشكلة ويقول لك ملهاش حل، المشكلة دي ملهاش حل، خلاص ويقفل على كده. هو ده الفاشل. الفاشل لا تنضب أعذاره، زي التلميذ البليد كده. أصل أنا نسيت الكراسة، أصل أنا ما ذاكرتش عشان كان في دوشة في البيت امبارح، أصل مش عارفة ماما ما ادتليش الشنطة. لا تنضب أعذاره موجود على طول. هو ده الفاشل، أو بالتعليم بقى زي ما بنقول البليد. الفاشل يتوقع مساعدة الآخرين، عايز دايما إن الآخرين هم اللي يحلوا له مشكلته، هم اللي يساعدوه، هم اللي يعملوا له كل حاجة. ده إنسان فاشل. الفاشل يرى المشكلة وإن ملهاش أي حل في الدنيا. الفاشل يترفع عن إنه يساعد الآخرين. يا ساتر يا رب، لا يمكن يساعد حد أبدا، هو أصلا مش عارف يساعد نفسه، وهو أناني، وهو ما يقدرش يساعد الآخرين ولا بيحب يساعد الآخرين. يرى في الإنجاز، الفاشل يرى في الإنجاز وعد، أنا بوعد هبقى أعمل كذا، وهو ولا هيعمل ولا هيسوي، وواثق إن هو مش هيعمل. ده فاشل. لديه أوهام، لديه أضغاث أحلام، هو بيبددها في الهوا، يقعد يحلم وهبقى مش عارف ايه وهعمل ايه. طب ماشي اوكي هتبقى، طب بس قدم حاجة عشان انت تبقى الحاجة دي. فهو لا، ما بيعملش ده خالص. الفاشل بيقول الحل ممكن لكن الحل صعب، انا ما عنديش حلول. شفتوا يا جماعة الفرق بين الناجح والفاشل؟ هما يعني versus، أو يعني ضد بعض بالظبط. الناجح طريق النجاح قدامه واضح وصريح، الفاشل هو فاشل، هو بني آدم مش عايز، مثلا مش عايز يشتغل، مش عايز يعمل، عايز ينام، عايز يرتاح، ويقول لك أنا عايز فلوس. طب ما هو منين؟ أما الناجح يكد ويكدح ويتعب ويألف ويجيب أفكار ويحل مشاكل ويفكر في حلول، وعنده أحلام. الأحلام بتاعته على قد إن هو عارف إن هو هيعرف يحققها. أما التاني فعنده أحلام لا يمكن تحقيقها، خاصة في ظل الكسل والفشل اللي هو فيه. يا جماعة أنا أتمنى إن كلنا نكون من الناجحين، واللي عنده حتة الفشل يحاول يا جماعة ينفض يعني غبار الكسل من عليه، ويحاول يقوم ويتحرك ويشتغل ويدي. وده أنا بتكلم على الجميع، يعني الناس، يعني التلميذ في المدرسة، العامل، المدرس، الدكتور، كل واحد يحاول إن هو يسعى إن هو يكون إنسان ناجح. النجاح حلو قوي يا جماعة، النجاح طعمه جميل. يعني أنا واحدة من الناس بحب النجاح جدا، بكره الفشل جدا جدا، لأني حاسة إني ببذل مجهود عشان أوصل للنجاح اللي أنا وصلت له.
أو بذلت مجهود فوصلت للنجاح اللي أنا وصلت له. وده على فكرة ربنا، لأن ربنا بيقول لكل مجتهد نصيب. والحمد لله على كل حال. ودايما يا حبايبي دايما تكونوا من الناجحين. والكلام ده أنا بوجهه كمان أكتر للأجيال الجديدة. لو في حد من الشباب والصغيرين اللي بيسمعوني، النجاح حلو يا ولاد، طعمه جميل قوي. حاولوا ان انتوا تكونوا دايما ناجحين، دايما متفوقين. ما بتكلمش دراسيا فقط، لا، في كل حاجة في حياتك. طبعا مطعمين بالأدب وبالأخلاق وبالتربية وبحاجات كتيرة جدا. طيب يا جماعة نقول ايه بقى؟ نقول كلمات مأثورة. طيب كلمات مأثورة هنقول ايه؟ هنقول صمتنا لا يعني رضانا، صبرنا لا يعني ضعفنا، ابتسامتنا لا تعني قبولنا، طلبنا لا يعني حاجتنا، غيابنا لا يعني إهمالنا، حذرنا لا يعني خوفنا، سؤالنا لا يعني جهلنا، خطأنا لا يعني غبائنا، تسامحنا لا يعني عجزنا، معظمها جسور نعبرها لنصل إلى القمة. الله الله. المرادفات، بصوا يا جماعة، المرادفات الكلام الكلمة ويعني وضدها. صمتنا لا يعني رضانا، صبرنا لا يعني ضعفنا، ابتسامتنا لا تعني قبولنا، طلبنا لا يعني حاجتنا، غيابنا لا يعني إهمالنا، وحذرنا لا يعني خوفنا، سؤالنا لا يعني جهلنا، خطأنا لا يعني غبائنا، تسامحنا لا يعني عجزنا، معظمها جسور نعبرها لنصل إلى القمة. دايما يا جماعة إلى القمة إن شاء الله، وإلى أحسن الأماكن، وإلى أحسن شيء في الدنيا. وزي ما قلنا لكل مجتهد نصيب. أخيرا وليس بآخر، أستودعكم في رعاية ربنا طبعا، وإن شاء الله أشوفكم قريب جدا جدا جدا، ولحظة انتباه جديدة مع دكتور يلدز. والسلام عليكم ورحمة الله.